السلام عليكم ورحمة الله عليه، وحشتوني يا رب يا سندريلا، تكوني بصحة وخير واهلا بيكي في اسرار سندريلا. النهاردة ان شاء الله هنعمل وصفة جامدة جدا جدا جدا، مش وصفة، هي اختراع. اختراع. بصوا، عجب العجاب عجب العجاب، مش هتلاقوا على اي قناة تانية. خليكم معايا لاخر الفيديو عشان تشوفوا انا عملت ايه. بص بقى يا شطورة، عشان تخلي الهدوم البيضة زي ما انتم شايفين كده، الهدوم البيضة تحسيها. طبعا هنا الحر مع العرق، مع لو مثلا بغسله مع لون تاني حتى لو ابيض او فاتح، برضو تحسي ان درجات الابيض مش باهته وناصعه قوي. فبعمل ايه كل فتره كده؟ البيكنج صودا. بصوا ده اختراع يعني هو يعتبر ده اختراع. صراحة انا بحط الغسيل في الغسالة، وبحط معاه قرص من غسيل الاطباق، القرص بتاع غسيل الاطباق. بس انا هجربها بقى معاكم من غير قرص غسيل الاطباق، عشان طبعا في ناس ما عندهاش غسالة الاطباق، فمش هتجيب القرص مخصوص عشان تغسل بيه الغسيل. الوصفة دي رهيبة للغسيل الابيض وللستاير، خصوصا الستاير اللي هو السير اللي بيبقى ورا ده بيبقى غامق قوي. جربوها بجد بجد، وهم هيبقى اختراع. خلينا نحط البيكنج صودا في الغسالة، هوريكم دلوقتي ازاي. صودا في اللي هو الجزء بتاع ايه، اللي انت بتحطي فيه الاريال، تمام. والجزء اللي هو التاني بتاع السائل هنحط فيه دوني عادي. وبعدين هنقفل ونشغل الغسالة على الغسيل الابيض اللي انت بتعمليه، مثلا على 40. اوكي خلاص، انا هنا حطيت البيكنج صودا وحطيت الدوني. هقفل الغسالة وهبدأ اشغلها على ايه، على 40. هي مظبوط على 40. وبعد ما تخلص هنشوف شكل الغسيل هيبقى طالع عامل ازاي. خلاص كده اهي الغسالة خلصت. خلينا نشوف. ما شاء الله، مش عايزة اقول تحفة. شايفين يا جماعة؟ شايفين الابيض؟ شايفين الابيض؟ التجربة خير دليل. شايفين اللي معايا وسندريلا وحبايبي وقلبي وعمري وروحي وان شاء الله انتوا احلى سندريلات بدون بتتفرجوا على قناه اسرار سندريلا. متنسوش اللايك وكومنت حلو، وبحبكم قوي. ام فيروز، السلام عليكم.